سقعانة؟ عايزة حاجة تدفيكي؟ طبعا هتقولي لي حضن جوزي هو اللي هيدفيني. استغفر الله العظيم، خلاص كفاية، أظن سبتك تعيش اللحظة. يلا بقى اتفضلي هاتي اللي قلتلك عليه. انجزي، روحي يلا. تشنكي كمان عليا، تشنكي. ايوه هو ده بالظبط. يلا بقى دوقي اول معلقة هتلاقي نفسك اتدفيتي على طول. ها اتدفيتي؟ متردي يا كدابة. طب دوقي كده كمان واحدة. ها ايه رأيك بقى؟ اتدفيتي طبعا. شفتي بقى؟ يبقى مين اللي بيدفينا؟ مين اللي بيدفينا؟ ده مش ايه؟ مش ده. برافو عليكي يا امان، بتتعلمي الدرس بسرعة جدا. يلا تسقيفة كبيرة، يا تسقيفة. يلا بقى كملي. هو ده يا حبيبة قلبي اللي باقيلك، ها هو ده اللي باقيلك، هو ده اللي باقيلك. ايه رايكم في المقدمه الحلوه دي؟ يا رب تكون عجبتكم. دلوقتي بقى يبقى احنا استنتجنا ان العدس هو اللي بيدفي مش حضن جوزنا. لا طبعا بهزر، ربنا يا رب يبارك لنا فيهم يا رب. وما نتحرمش منهم. بصوا بقى، تعالوا بقى نشوف طريقه العدس من غير ما نسلقه يا دوبك. هتشوحيه وهتضربيه وهتاكليه. تعالوا نشوف الطريقه، استنوني. كوكينا أكلتك علينا. تعالوا بقى شوفوا الجمال والحلاوة دي كلها. سيبكم واعمل أكلة دلوقتي. ايه رأيكم بقى في تصوير ضوء الشمس، في ضوء الشمس المشرقة؟ عايزه اقول لكم سبحان الله الالوان بتطلع طبيعيه احلى من الالوان الصناعيه. يا سلام على حته الشعر دي. تعالوا بس بقى نشوف الطريقه ونصلي على النبي. اول حاجه هنا انا حطيت شويه زبده، ممكن تحطي سمنه بلدي، تحطي زيت، تحطي ميكس مع بعض عادي، بس انا بحب الزبده. هنا بقى انا ايه، حطيت بصله كبيره، ومثلا حوالي 3 جزرات، وفلفل اخضر او ممكن تحطي الوان، 3 طماطم مثلا، بطاطس كبيره، 3 فصوص توم، وايه قلت فلفل وفلفل كوبي. بس كده. انا بقى دلوقتي انا عايزه اشوحهم واخليهم كمان يدبلوا كده، مثلا اكنهم مثلا زي نص سوا، عشان الموضوع ده بيفرق جدا يا جماعه يعني. خلاص كده لحد دلوقتي بصوا بقى الوانها مبهجه جدا وحلوه قوي. بحب الالوان دي قوي اصلي، تريح اعصابي. هنا بقى جبت ايه، اكتر كده من ربع كيلو عدس. غسلتهم وصفيتهم من غير حتى منقعهم، مش مشكله على فكره تتنقع خالص. هحطهم برضو معاهم وهشوحهم برضو عشان ياخدوا كده ايه من طعم بعض. الموضوع ده بيفرق جدا ان شاء الله يعني. يلا بسرعه عشان الناس مستعجله يا مان. خلصت اهو. هنا بقى نحط التوابل بتاعتنا اللي هتدي بقى ريحه وطعم وجمال وحلاوه. هنا بقى حطيت ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ومرقه خضار، ممكن تحطي دجاج بس الخضار يعني مرقه الخضار احلى اما بتكوني مثلا عامله خضار بالزيت، يعني غير لما تكوني عامله مثلا فراخ او كده. وهشوحهم برضو مع بعض كل ده بص من غير ما احط ميه. الموضوع ده بيفرق قوي عشان ياخد من الريحه والطعم من بعض كل الميكس ده. هنا بقى ابتديت احط الميه المغليه، ده طبعا هيساعد على السوا اسرع. وحطوا الميه المغليه اكتر من الرز بشويه، بس ما تحطوش كتير قوي عشان لما نيجي نخففه يبقى براحتنا. تمام. هنا بقى هقلبها تقليبه بسرعه واغطي عليها لحد لما تستوي، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. كده خلاص تمام استوت. وهعرف بقى استوت ازاي. انا باخد الجزره بشوفها، بدوقها مثلا او بكسرها كده بالمعلقه، بس طبعا بحب بدوق اكتر يعني عشان دي اكتر حاجه ناشفه، فبعرف انها استوت خلاص تمام. دلوقتي بقى انا هضربها، المفروض نضربها بالخلاط لما تبرد، بس انا هعملها بالهاند بلندر عشان بكسر الصراحه يعني. قلت دي اسرع. طبعا انت لو هتعملها في الخلاط لازم تهدى، عشان غلط على الخلاط وغلط كمان على صحتكم. هنا خلاص بقت ناعمة ورقيقة وجميلة. هنا بقى ممكن اشوف لو عايزة ملح، او ممكن بعد الخطوة الاخيرة يعني. هستنى شوية ومش هزودها مية دلوقتي، مش هخفها يعني. هنا بقى ايه، ممكن تعملوا الخطوة دي ولا لا، بس انا بحب جدا المكرونة فيها. هنا سخنت شوية زبدة وحطيت نص كوباية مكرونة شعرية. هشوحها طبعا زي ايه، زي المكرونة العادية خلاص بتاعتنا، هخليها بس ايه تحمر. تمام. بعد كده بقى انا هحطها على العدس وهو سخن طبعا. هقلبها تقلبتين ويا دوبك هتستوي يعني، بص بسرعه هي غلوتين وهتستوي. هنا بقى ممكن تظبطوا الملح وتزودوا الميه بتاعتكم لو عايزاه تخف شويه. وكده خلصت، وتعالوا نشوف الختام. وكنت خايفه على قلبكم. يا ريت تجربوها، واللي يجربها يبعتها لي على صفحه كوكينا. بستنى تعليقاتكم اللي بتفرحني. كانت معكم ايمان مجدي من قناه كوكينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.